السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. كتير منكم متراكم عليه ابواب او مادة معينة او اجزاء معينة من المواد او المواد كلها، فتعالى اقول لكم ازاي نلم المتراكم علينا بطريقة سهلة وفعالة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة انت لازم تعملها ان يكون عندك ارادة ان انت عايز تخلص المتراكم عليك ده. طيب انت خلصت الترم الاول ومتراكم عليك مواد او باب معين او المواد كلها، وكمان راكمت الجديد وسايب المادة لحد ما يجي عليك الامتحان وانت لسه بتتندم. لا، انت لسه معاك الوقت، بس انت قوم كده صلي ركعتين وخلي عندك النية كده انك انت عايز تخلص المتراكم عليك. فانت لسه بدري وهتلحق تلم المتراكم عليك في كل مادة، بس نظم وقتك وده هيخليك مرتاح نفسيا. فانت خلي عندك ارادة انك انت عايز تلم المتراكم عليك. ما تفضلش تقول من بكرة هبدأ، لا مفيش حاجة اسمها من بكرة، عايز تبدأ من الوقت. تاني حاجة وهي انك انت تعمل جدول للم التراكمات اللي عليك في المواد كلها. يعني مثلا عندنا العربي متراكم علينا فرع الادب، هتبدأ انك انت تكتب اسماء الدروس المتراكمة عليك في ورقة وتحطها على المكتب، وتحاول انك انت تخلص المتراكم عليك في كل المواد خلال اسبوعين كده، وتكون لميت كل المتراكم عليك في المواد كلها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب كشكول زي ده كده وهنبدا ان احنا نجمع اسماء الدروس كل المواد المتراكمه علينا، وهنبدا ان احنا نكتبها في الكشكول علشان نبدا ان احنا نلم المتراكم علينا ده في خلال اسبوعين. تالت حاجه وهي انك انت ما تسيبش المنهج الجديد يتراكم عليك لحد ما تخلص القديم. لا، ما تعملش كده. خليك منظم في جدولك اليوم وخليك ماشي صح. يعني تاخد الجديد وكمان تاخد اجزاء من القديم لحد ما تخلص القديم، هتكون ماشي مع الجديد عشان ما تراكمش من تاني اي ماده وتكون ماشي مع المستر صح، وده هيحسسك بالانجاز. ونيجي لرابع حاجه وهي انك انت ما تحددش لنفسك ساعات مذاكره. اهم حاجه الكم اللي انت هتذاكره، مش اهم حاجه عدد الساعات اللي انت بتذاكرها، لان انت ممكن تحدد لنفسك عدد ساعات الكم والحصيله بتاعت مذاكرتك قليله جدا، فاهم حاجه عندك الكم وليس عدد الساعات. وعشان تلم المتراكم ما تبداش بالماده الصعبه عليك، فانت تبدا بماده سهله عليك كده عشان ده يشجعك انك انت تقدر تلم المتراكم عليك في باقي المواد التانية. ولما تيجي تبدا بماده انت بداتها قبل كده ووقفت عند جزئيه محدده، حاول انك انت تراجع على الجزئيه دي مراجعه سريعه وتدخل على الجزئيه الجديده. يعني ما تفضلش انك انت تذاكر نفس الجزئيه اللي انت بتذاكرها كل مره وتسيب الجديد وما تدخلش على الجديد. فابدا بحاجه سهله عشان تنجز وتخلص كل اللي عليك. واهم حاجه انك انت تكمل سعيك وتسيبها على ربنا، وتفتكر دايما ان كل مره بيمر ولكن المره دي هيكون مرها حلو جدا لما انت تكون محقق حلمك. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.